من ضمن الحاجات اللي بتخلينا من امبارح بنسأل نفسنا وبنتكلم مع نفسنا كتير، إصرار يسترب على إن كوكا يكون باك شمال في وجود عنده باك شمال أجنبي بيقبض بالدولار ومقعده على دكة البدل. طيب، نمسك كوكا شوية كده عشان نتكلم فيه. كوكا راح للمدرب من فترة، من يومين ثلاثة حاجة زي كده، وقال له أنا ما بعرفش أدي في مركز باك الشمال، خليني ستة علشان أظهر وأروح كأس العالم. هو مقصد كلامه إن طبعا أنا مش هكون كويس في الباك الشمال، فحسام حسن مش هياخدني أكيد يعني، فخليني ستة عشان أظهر قدام كابتن حسام حسن وياخدني في كأس العالم يعني. طبعا هو مقصد كلامه ان مروان عطية ماشي بشكل محترم، في حمدي فتحي ماشي بشكل محترم، في مهند لاشين ماشي بشكل محترم، دول اللي هم مركز ستة، وممكن الكابتن حسام حسن ياخدهم معاه في كأس العالم، فهيكون كوكا مش موجود. فاللاعب نفسه مقتنع ان هو مش هيعرف يدي لك في باك شمال. المدرب يقول لا، راسي والف سيف احطه باك شمال. طب ازاي؟ طب ما احنا شفنا يوسف بالعمرو في مباراة الاسماعيلية عمل ايه، مكسر الدنيا. ازاي ده انت مقعده؟ ازاي ده انت مقعده؟ طيب، الحاجة التانية كاموش المهاجم ده، فيديو اتنين قلنا ان هو اللاعب بيبان من لمسته. زود على معلومة ان اللاعب بيبان من لمسته، زود المعلومة ان المهاجم بيبان وضعية جسمه لاستلام الكورة. ده شكل وضعية جسم مهاجم طالع يستلم الكورة او طالع يدي الكورة بالدماغ. مفيش مفيش كورة بهد خالص. دي مش وضعية مهاجم طالع يدي الكورة بالدماغ او بالهد. مفيش. ده طالع يهزر، دي وضعية طالع يهزر. ده كماوش المهاجم اللي احنا عندنا، ده المهاجم اللي عندنا. طيب، انت ضيعت مش شكارة اهداف، ده انت ضيعت جونية اهداف، واللعيبة مش مركزة وبتضيع الكور بالشكل ده. فانت على طول الشكل ده بيقولك ان احنا محتاجين مدرب معد ذهني. اللعيبة مش مركزة، اللعيبة مش هنا، اللعيبة اصلا مش موجودة، اللعيبة تايهة. انت فاهم القصة؟ يعني انا لما اضيع جول اتنين تلاتة اربعة خمسة تلاتة تلاتة، ايه ده؟ ايه كل الكلام ده؟ ايه كل الكلام دوت؟ هارد لك للنادي الاهلي وهارد لك لجماهير النادي الاهلي، ومبروك صعود النادي الاهلي مركز اول، ومبروك صعود الجيش الملكي وجماهير الجيش الملكي صعودهم مركز تاني، وبالتوفيق للاهلي للي جاي. وانا مش متفائل، انا مش متفائل في اللي جاي. سلام.